السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كنتلاقاو من جديد في فيديو جديد وفي كوموند جديده ان شاء الله اللي نتمنى تنال الاعجاب تاعكم هاد الاشكال اللي كنقدم معكم. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنايا كنشكركم، كنقول لكم اي واحد انضم للقناه كنقول له مرحبا بك والف مرحبا، وكنشكروا معكم على التعليقات والتشجيعات اللي كتشجعوني. وندوزو هنايا للصابلي اللي خدمت هنايا معكم في هاد لا كوموند. هنايا عندي عجنه فيها جوج شكال، وعندي كيلو نتاع صابلي بريستيج، هذاك المربع اللي بالبيستاج والكازوجو والنوازيت واللوز. وهنايا غادي نبدا بالعجنه اللي عندنا نقسمها على جوج صابليات. هنايا عندي في هاد العجنه كندير نص كيلو نتاع الزبده، اما ليليا فيتال او لا بريري اللي كان عندكم. زبده البواطه، انا دائما كنخدم بزبده البواطه مع زلافه نتاع السكر نتاع كلاصي اللي يكون مزيان. والنكهه كتبقى على حسب الاختيار. انا هنايا كنخدم دائما بالروح نتاع الناتا او لا الفاني او لا الكراميل، هادو كيتواتاو في الصراحه مع الصابلي. انا دوما النكهات باش كنخدم هنايا صافي كنخليهم كنعجنهم مزيان. كتخدمي ديك الزبده مع سكر كلاصي وكتزيدي الطحين شويه بشويه حتى كتجمعوا. حاولوا حيت تبغيو تخدموا هنا دابا مع هاد الصيف راه خص لابد تكون الزبده في الثلاجه. كنقولوا بحراره المطبخ، ولكن هاد الخطره خص الزبده دائما تكون بارده، لحقاش راكم عارفين الصابلي والزبده صعيبه الخدمه تاعو في الصيف. صافي هنايا درت هاد الشكل الاول، كندير هاد الاوفال باش كنلصق وحده مع وحده. هنايا نتوما كيما كتشوفوا الطريقه نتاعي كنطلقوا بالمدلك رقيق، ومن بعد باش كيتهز لي دغيا ندير البلاستيك في الوجه نتاعو في الظهر نتاعو. وحيت كنبغي نهز كنقلب البلاستيكه على الوجه نتاع الصابلي باش حيت كنبغي كنهز كيجيني ساهل في الهزان. هنايا هانتوما كيما كتشوفوا راه درتو في السيلباط وكندخلو الفران. هنايا كندوز للشكل الثاني، راه ما كنبغيش نطول عليكم حيت راكم عارفين زعما الاشكال الصابلي راه انا دائما مولفه كنخدمهم معكم، غير بغيت نشارك معكم هاد لا كوموند وصافي. هنايا دزت للشكل الثاني حتى هو كنديرو، هذا ما كنديروش رقيق بزاف، كنديرو غير شويه حيت هذا كيبقى غير فرده وحده ما كيتلاصقش مع الاخرى. صافي كندير هذا الشكل الدائري حتى كنسالي الكميه اللي عندي وكنديرو حتى هو في السيلباط، لحقاش راكم عارفين باش كيجي داك الوجه نتاعو مزوق في الجناب، حيت كدير الشكلاط الوسط كيجيك الجناب باين مزوق. هانتوما كيما كتشوفوا راكم شفتوا ما كنديروش غليظ بزاف، واخا انه غير فرده وحده كنخليه رقيق منا كيجي مقرمش ومنا كيعطي كميه كثيره. صافي كنبقى كنستفو فوق هذيك السيلباط، كنكون شاعله الفران ما يكونش مجهد، كيكون ناقص باش كيجيكم واحد ديك التحميره. راكم عارفين كي كيجي الصابلي كيجي تحميره مذهبه، وهكا كيكون الطياب نتاع الصابلي. شحال من وحده كتسولني على اللون تاع الصابلي باش كيجي هكاك مذهب، راه السر نتاعو غير الطياب في الفران، خص كيكون ناقص له العافيه باش ما كيتحرقش ويجي شي طايب وشي ما طايبش. هنايا دزت الشكل الثالث الصابلي بريستيج. هنايا درت هذاك الشكل مربع. هنايا راه كندير العجينه رقيقه باش نلصق وحده مع وحده، ولكن حاولوا ما ترققوش بزاف لحقاش في الفينيسيون حيت كتبغيو تجيو تخدموه كيبقى كيتهرس لكم. ما ترققوش بزاف بزاف وما تخليوش عاوتاني غليظ لحقاش عاد تلصق وحده مع وحده. صافي حتى هو نطلقوه هكا على شكل مربعات وكنديرو حتى هو في السيلباط وكندخلو حتى هو على الفران على نار مهيله. انا نهار حيت كيكون عندي الصابلي كنخدمو بوحدو باش ما اننيش ما كنجهدش الفران بزاف وكنكون نخليه منقوص. هنايا درت هاد الشكل ما كنتقبو حتى كديرو فوق السيلباط اولا في الطاوه عندي. هنايا اختاريت هذاك المربع الصغير، الاخر جاني كبير بزاف غادي يخلي لك الحاشيه نتاع المربع غير رقيقه بزاف وغادي يبقى يتهرس. الاحسن درت هذا المربع الصغير اللي كنديرو في المملحات. صافي تقبتهم وحيدتهم هنايا بالموس. حاولوا ما تقبوهمش نتوما مازال حاطينهم فوق البلاستيكه ولا فوق طاوله العمل حتى ديروهم في الطاوه عاد بقاو تحيدوا باش ما يتهرس لكمش الصابلي، باش ما يبقاش يتقطع لكم وتبقاو كتعاودوه. من الاحسن هكا وحيدوه بواحد الموس وراه كيتفينا بوحدو حيت تقطعوا هذاك الصابلي نتاعكم مزيان. صافي كنستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي وكنطيبو. هنا نتوما كما كتشوفوا هو دا الصابلي بعد ما طيبته راه كيجي اللون تاعو موحد وكيجي مذهب اللون تاعو. هانتوما راه رقيق
هانتوما شوفوا حيت كتلاصق وحده مع وحده بحال اللي كتعطيكم صابلي على فرده وحده. صافي هنايا كندوز باش كنلصق هذاك شكل الاوفال. هنايا عندي هذيك الكراميل. دائما شي نهار غادي ندير لكم الفيديو بوحدو كيفاش كنصوب هذاك الكراميل. كديري كاس نتاع العسل، كتخليه كيغلي مزيان فوق البوطه، كتزيدي عليه واحد 8 د القطع نتاع الشكلاط دكالا مع اي نكهه بغيتي، نكهه الكراميل، نكهه البرتقال اللي بغيتي. انا كنستعمل دائما نكهه البرتقال منها كتعطيني هذا اللون ومنها كتجي حتى في المذاق مزيان. صافي حيت كيغلي لك هذاك العسل كطفي عليه، عاد من بعد كتزيدي النكهه وكتزيدي عليه الشوكولاط، كتخليه حتى كيبرد شويه، عاد كتبقاي تخدمي به. وعندكم تمشيو تخليو هذاك العسل ما يغليش مزيان. الا ما غلاش مزيان راه التعليكه حيت كتخدموا بها كتبقى كتسيح لكم وسط الصابلي وكتخسر لكم الشكل والمنظر نتاع الصابلي. خليو هذاك العسل اللي غلا مزيان وما يغلاش عاوتاني حتى كيتكراميليزا، غير شويه تلقاو كيغلي بحال اللي بغا يطلع لكم يفيض، صافي وكتحبسوا. صافي هنايا كندير داك الشكل الاوفال، من بعد عاد غادي ندير له التزيين نتاعو. هنايا كندوز لهذا الشكل الدائري، هنايا كندير له بنكهه تعليكه نكهه القهوه. راكم عارفين حتى نكهه القهوه تعليكه القهوه كنديروا لها العسل مع الشوكولاط كحل مع نكهه القهوه، وكتزيدي شي ساشيه تاع ساشيه تاع القهوه سريعه الذوبان وكتخلطي داكشي مزيان وكتبقاي كتلصقي. هنا دائما التعليكات كنخليهم حتى كيبردوا باش كنشوفوا القوام نتاعهم واش هو هذاك ولا باقيين سايحين، ولا شي خطره كيتكراميليزا لك هذاك العسل وكتجي قاصحه التعليكه. من الاحسن ما نخدموش بهم حتى كيبردوا. صافي هنا كندوز لهاد الشكل الثاني نتوما كما كتشوفوا وكنبقى كندير له الشوكولاط من الفوق. هنايا راه صاوبت معكم غير شي كميه قليله باش انني كندير التعليكه هي الاولى كامل الصابلي، عاد من بعد كنبقى كندير لها الشوكولاته من فوق منها. صافي من بعد ما كنسالي الشوكولاط كنلصق الصابلي كامل كندير له شوكولاته فوق منه بعد ما درت التعليكه. عاد كندوز باش كنزينهم بهذاك لوباط شوكولا، كندير لهم الورده فوق هذا اللي بالكحل وفي هذاك الاوفال. هنا بعد ما لصقت الصابليات كاملين حطيتهم على جنب، كندوز هنايا باش كنقاد هذوك الوريضات الورده اللي بالصفر والابيض والبابيون البيضاء. هنايا راه غادي ندير شي فيديو ان شاء الله ونشارك معكم هاد لاباط شوكولا كيف كندير صوبها. وهنايا هانتوما كما كتشوفوا كي كندير نصوب هذيك الورده كندير واحد شويه نتاع الصفر كنكركبوها كبين يديا وكنبقى كنقطعوها كركيبات صغيره بحال العقيقه كنديرهم في الوسط. بعد ما كندوز صباعي اولا يدي في شويه د المايزينا باش ما كتلصقش. راكم عارفين مع هاد الصاد الباط شوكولات حتى هي بلا ما كتسخنيها كتلقايها مطلوقه، ماشي بحال في ايامات البرد خصك حتى تسخنيها عاد تخدمي بها. هنايا كتكون مطلوقه، غير حاولوا ما تخليوهاش جاريه بزاف، ديروا لها القياس نتاع السكر كلاصي ما تخليوهاش جاريه باش انها حيت ديريها فوق من الصابلي ما عادش تخسر لك الشكل نتاعها، اولا حيت تحطي صابليه فوق صابليه تخسر الشكل نتاعها. حاولوا تخليوها شويه شاده في راسها ولا دخلوها للثلاجه باش تعرفوا القوام نتاعها كيف داير. صافي هنايا كنبقى كنصوب هاد الوريضات وكندوز للبابيون. وهنايا الا كنتو وصلتوا معايا لهاد اللحظه في الفيديو ما تنساونيش في اللايك وما تنساونيش في شي تعليق. الله يجازيكم بخير ونتمنى هادشي اللي كنقدم لكم ينال الاعجاب نتاعكم وتستافدوا منه ويكون خير ان شاء الله والله اللي يحشمنا. هنايا كندوز البابيون، هنا ديروا البابيون اللي بغيتو كيكون عندكم هذا السيليكون كتختاري البابيون اللي بغيتي. هنايا اخترت هذا كبير شويه باش يجي باين في الصابلي. صافي وكنستمر كنبقى كنخدم هكا حتى كنسالي الكميه والعدد اللي بغيت في البابيون في الورده على حساب شحال عندي تاع الصابلي. صافي كتبقاي دوزي شويه يديك في المايزينا اولا في السكر كلاصي سبيسيال وكتبقاي كتخدمي باش ما وتخليهم من الاحسن الا كنتي كان عندك الوقت خدميهم على نهار قبل اولا يومين قبل باش كينشفوا لك. ما تخدميهمش في ساعتهم وتخدمي وتلصقيهم في الصابلي، خليهم حتى كينشفوا بحال اللي تقصح شويه هذيك الباط شوكولا عاد كنبقاو كنخدموا بها. هنايا كنجيب الجليكوز، هنايا راه درت الجليكوز بوحدو ما درت معاه حتى شي اضافه. صافي كندير واحد النقيطه وكندير نحط هذيك الوريضه من الفوق باش ان الجليكوز كيشد احسن من الا درتي
شي تعليكه اولا درتي الكونفيتور اولا العسل، هذا من الاحسن. الجليكوز بوحدو كيلصق وما كيخليش هذيك الورده تزعزع. صافي هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو كندير شويه نتاع الجليكوز وكنحط فوق منه هذيك الورده. هنا الشكل الثاني الا بغيتو تلصقوا ديروا شويه د الجليكوز وتحطوا هذيك البابيون في الفوق تبارك الله. ما بغيتوش راه غير هذيك التعليكه كتدخلوا شويه في هذاك البابيون، دوك الجنيوحات تاع البابيون كتدخلوهم في هذيك التعليكه راه كتشدهم حتى هي. انا هنا درت غير هذوك النقيطات من الفوق غير شويه راه كيشدوا هذيك البابيون، ولا حتى كتحطوهم فوق التعليكه هاد البابيون راه كيلصقوا. هادو هما الاشكال نتاعي اللي درت الصابليات بالبات شوكولا. وعادي ندوز للشكل الثالث نتاع الصابلي بريستيج بالفواكه الجافه اولا المكسرات. هانتوما عادي تشوفوا الطريقه نتاعو، هو راه ما شاركتش معكم طريقه التزيين تاعو حتى الاخر. ساليت هاد الاشكال وهو راه كنت خادمه وحاطاه جنبي وما صورتوش معكم، نسيت انني ما صورتوش معكم. هنايا بقى لي غير البيستاج ما كانش عندي، ما كانش متوفر. هنايا منين جبتو عاد كنلصق كنديرو في القنيت نتاع المربع نتاعي، حيت السيده بغات فيه البيستاج والكاجو والنوازيت واللوز. وانا راكم عارفين مور العيد شحال عاد كيحلو صحاب الهري ما كتلقايش هاد البيستاج اللي ما ملحش، هذا اللي كيصلح للحلوه. وصافي بقيت هنا كنزوق هذا الشكل نتاعي، هاد المربع زدتو البيستاج. صافي من بعد غادي نجمع للسيده الكوموند نتاعها على ما تجي كتديها. ونتمنى ينال الاعجاب تاعكم هذا الفيديو، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج مع الاصدقاء والاهل والاحباب الى عجبكم هذا الفيديو. وهنايا غادي ندوزو باش غادي طريقه الاحتفاظ به. هنايا انا بخلي اللي بغات تحتفظ به كتحتفظ، راه يمكن لك تحتفظي به هكا. حتى اللي ما بغاش، انا هذه هي الطريقه باش كنجمع الصابلي. كندير طبقه نتاع الصابلي وطبقه نتاع البلاستيك باش انه منها ما كيتخسرش، ومن هذاك الشكلاط ما كيقيسلكش الصابلي نتاعك وكيتوسخ. دائما انا هذه هي الطريقه نتاعي باش كنجمع الصابلي، منها كيبقى لك نقي وما كيتوسخلكش الصابلي. واخا هنايا ما كاينش بحال الصابلي الاخر ما فيه لا شوكولات لا والو، كيبقى لك حتى هو مزيان، ما كيطيح لك فوق منه لا تفرتيت نتاع الصابلي لا والو، كتبقاي محافظه عليه. واللي بغات تحتفظ به مده طويله حتى هكا راه يمكن لها تحتفظ به، اما تدخلو للثلاجه ولا تخليه في شي بواطه اللي ما يدخلوش الهواء وما يبردش هذاك الصابلي. وصافي هذه هي الطريقه اللي كندير انا. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم. وهنايا راه كنت واحد الكيلو تاع المملحات. دائما انا كنقول لك الطلبيات اللي كتكون عندي دائما كيكون داخلين فيهم المملحات، كيكون كيلو ولا 2 كيلو كل واحد والقياس اللي كيبغيه. هنايا درت لها غير كيلو نتاع المملحات اللي كانت طالبه لي السيده. وهذه هي لا كوموند نتاعي. نتوما كما كتشوفوا الشكل صابلي بريستيج بالمكسرات والصابليات الاخرين. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب تاعكم، ما تبخلوش عليا بالبارطاج وباللايك وبشي تعليق يكون زوين. وخليت لكم الراحه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.